ليه العميل ما بيشتريش وازاي تخليه يشتري؟ الظروف الاقتصادية بطبيعة الحال بتأثر على السلوك الشرائي بتاع العميل بتاعك، وده بيخليه يدخل في مرحلة اسمها إعادة ترتيب الأولويات. كلنا كبني آدمين عندنا احتياجات شرائية، وفي نفس الوقت عندنا الظروف دي بتقيد الاحتياج بشكل كبير. فده لما بدخل في مرحلة إعادة ترتيب الأولويات برجع أراجع من الأول تاني أنا محتاج إيه، وبراجع من الأول تاني أنا ظروفي إيه، وبعد كده ببدأ أرتب الاحتياجات دي بالنسبة للظروف بتاعتي في الوقت الحالي. لكن في بعد ثالث بيأثر بشكل كبير على رؤيتي للاحتياجات بتاعتي والظروف بتاعتي، وهي المخاوف. المخاوف ممكن تخلي العميل شايف ظروفه بشكل أسوأ، أو شايف إن هو احتياجاته نفسها ممكن يقلل من أهميتها، وده ممكن يخليه يروح بالقرار الشرائي بتاعه إنه يشتري منتج أقل أو منتج أرخص، أو ممكن هو ما يشتريش أصلا. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان المخاوف بتزيد جدا في وقت الازمات بسبب الانتشار الاشاعات والتحليلات الغلط، وكل ده طبعا ممكن يبوظ الطريقه اللي بنفكر بيها كلنا في القرار الشرائي بتاعنا. ايه اللي المفروض نعمله؟ المفروض ان احنا نرتب مع العميل بتاعنا الاولويات بتاعته بشكل كبير، وده مش هيحصل غير لما نعمل 3 حاجات: انك تخليه يتكلم معاك ويفكر معاك ويشتري منك. ازاي ممكن عميلك يشتري منك من غير ما يفكر معاك؟ وازاي ممكن يفكر معاك من غير ما يتكلم معاك؟ عشان تخلي عميلك يتكلم معاك انت محتاج تستخدم الاسئله المؤهله، الكواليفاينج كويستشنز، ودي بتخليه يبدا يتكلم اكتر عن حاجتين انت محتاجهم بتستخدم فيهم نوعين من انواع الاسئله، وهي اسئله الاحتياجات واسئله الظروف. في العقارات مثلا بتكون اسئله الاحتياجات زي انك انت بتحاول تعرف منه ايه الصفات اللي بيدور عليها في الوحده بتاعته، هو عايز يعمل بيها ايه بالظبط، هل هيستثمرها ولا هيسكن فيها لو احنا بنتكلم مثلا على العقار السكني. وممكن اسئله الظروف برضو اللي احنا بنستخدمها انك انت تعرف منه مثلا ظروف اسرته، القدره الشرائيه بتاعته من حيث الاستلام ومن حيث المقدم والاقساط اللي هو بيدفعها. كل ده بنوضحه بشكل كامل جدا في تدريب احتراف المبيعات العقاريه، عشان تعرف ازاي تستخدم الاسئله دي وبالتالي توصل للعرض المقنع الانسب ليه بشكل صحيح. بعد كده بندخل في المرحله اللي بعدها، وهي انك تخليه يفكر معاك. وعشان تخليه يفكر معاك انت بتشجعه ان هو يعبر عن اعتراضاته اكتر، يعبر عن مخاوفه، يتكلم عنها اكتر، يتناقش معاك في الحاجات اللي بتحصل جوه دماغه، عشان تقدر تخليه يتفاعل معاك ويطلع الافكار الداخليه اللي عنده. انت مش مجرد بتعرض عليه، لكن انت كمان عايز تسمع منه هو قلقان من ايه. لما كمان بتشرك العميل بتاعك في صياغه حل للاعتراضات بتاعته عن طريق الاسئله اللي احنا بنتعلمها مع بعض، بتخليه يتفاعل معاك اكتر وبتخليه يشاركك في حل الاعتراضات بتاعته، وبالتالي اقتناعه بيكون اكبر بكتير عشان توصل معاه للمرحله اللي بعدها، وهي مرحله انه يشتري منك، هي مرحله الكلوزنج. ازاي تخلي العميل يشتري منك في مرحله الكلوزنج؟ وده عن طريق انك انت بتتاكد انت والعميل بتاعك ان الوحده دي مثلا، لو احنا بنتكلم في العقارات، ان الوحده دي هي الانسب ليه فعلا. وده عن طريق النقاش في النظام السداد وتقريب وجهات النظر بينه وبين المطور في نظام السداد، في بنود العقد، في التفاصيل دي، عشان ياخد القرار بشكل كامل وهو مقتنع بيه 100%، وتتاكد انت وهو ان هو ده القرار الانسب ليه. سلوك عميلك يتغير، ولازم انت كمان تغير طريقتك في التفكير واسلوبك في البيع عشان تحقق نتائج افضل. لو فضلت تبيع بنفس الطريقه اللي كنت بتبيع بيها قبل كده مش هتقدر تحقق نتائج احسن، مهما زودت من مجهود ومهما زودت من ميزانيه الاعلانات. لو الشركه عندك زودت ميزانيه الاعلانات بتاعتها، بالعكس هتحقق نتائج اقل، لان الظروف بالفعل زي ما قلنا اتغيرت بشكل كبير. انت محتاج انك تطور من نفسك وتطور من اسلوبك في البيع عشان تقدر تزود مبيعاتك بمجهود اقل وفي وقت اسرع وبتكلفه اقل بكتير.